السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم كفته بلا دند كتجي بنينه بزاف وما تشبعوش منها البنات. دابا نخليكم مع المقادير. طريقه ديال التحضير: عندي هنايا نص كيلو ديال الكفته ديال البيبي، الملحه، ربيطه ديال القزبر ومعدنوس، درس ديال الثومه، زيت الزيتون والزيت النباتيه، بصله متوسطه غادي نشلضوها، والابزار، سكينجبير والخرقوم. دابا انا استعملت هذا البول هذا غادي نوضع فيه الكفته ديالي باش غنوجد لها الشرموله ديالها. كنقطعوا هذا القزبر ومعدنوس وكنهزوا نص منه كنوضعوه في الكفته ديالنا، والنص المتبقي غادي نوضعوه في الطاجين ديالنا. دابا غادي نشلضوا البصله ديالنا، غادي نوضعوا في الكفته ديالنا 2 معالق يكونوا كبار، والشي الاخر غادي نوضعوه في الطاجين. في هذه المرحله غادي نوضعوا على الكفته ديالنا نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، راس معلقه ديال الابزار، معلقه ممتلئه ديال السكينجبير وديال الملحه. دابا كنضيف على الكفته ديالنا 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون وملعقه كبيره ديال الزيت النباتيه. كنعجنوا هاد المكونات مزيان مع الكفته ديالنا. دابا كنوضعوها جانبا باش تشرب لينا داك الشرموله اللي درنا ليها مع التوابل، وغادي ندوزو للطاجين. كنوضعوا فيه 4 ديال المعالق ديال الزيت النباتيه، كنوضعوا هذيك البصله كلها اللي شاطت لينا، كنحكوا عليها الضريس ديال الثومه ديالنا. دابا كنشعلوا البوطه وكنخلطوا هاد المكونات ونخليوهم يتشحروا مزيان. ها نتوما بهذا الشكل هذا واحد 5 دقائق. كنضيفوا عليهم نصف ملعقه صغيره ديال الملح. غنوريكم المعلقه اللي كنعبر بها انا العطريه، هي هذه الصغيره كاع، راه كدير غير نص من هذوك المعالق الصغار العاديين، ولكن انا راه كنقول لكم قياس المعالق الصغار العاديين. دابا كنضيفوا في الطاجين ديالنا راس معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال السكينجبير وراس معلقه ديال الخرقوم. دابا غادي نبداو نشكلوا الكفته ديالنا على كويورات صغيورين بحال هادو، والحجم ما نقدرش نقول لكم، داكشي يبقى على حسب الرغبه ديالكم. انا موالفه كندير هذا الحجم هذا المتوسط، وانتم اللي تشهات خاطركم. دابا فاش درنا الكفته ديالنا كلها في الطاجين سيداتي سادتي، غادي نحركوها شويه وكنخليوها واحد 10 دقائق على عافيه مهيله باش طيب لينا من برا وحتى من الداخل باش تجي بنينه. كنخليوها طيب على خاطرها. ودابا ملي دازو 10 دقائق كنحركوها شويه، وغادي نوضعوا ليها، انا حكيت هنايا واحد مطيشه تكون كبيره حكيتها، كنوضعوا داكشي اللي شاط ليه من القزبر ومعدنوس، غادي نحركوها شويه. ها نتوما بهذا الشكل هذا باش داك القزبر ومعدنوس ومطيشه يتمشاو لينا في الطاجين كله. ولا لاحظتوا معايا انا الطاجين ديالي ما دايرش فيه قطره وحده ديال الماء، بوحدو كيطلق هذاك المرق ديالو كيجي بنين بزاف. ضفت عليه مغرفه من زيت الزيتون كتعطي واحد البنه اكثر. ودابا بلاصوص طوماط او لا طوماط فريتو غادي نزينوا الطاجين ديالنا. ها نتوما بهذا الشكل وغادي نحركوه، ولكن لاصوص طوماط كيبقى اختياري. الا درتو لاصوص طوماط ما ديروش مطيشه، ولا درتو مطيشه ما ديروش لاصوص طوماط. انا درتهم بجوج، ولكن لكم الاختيار. انا اختاريت نزين الطاجين ديالي بهاد الشرائح ديال الفلفله الحمراء مخلعه، كتعطي واحد النسمه وواحد النظره جميله جدا للطاجين ديالنا. وكما كتلاحظوا انا قطعت على هاد الشرائح هادو طوال، وغادي نزينوا بها الكفته ديالنا. وفي المرحله الاخيره اللي كنزينوا فيها طاجين بشرائح ديال الفلفله ديالنا، غادي نخليوه من نص ساعه حتى ل 45 دقيقه على عافيه تكون متوسطه، وكنخليوه يطيب على خاطرو. ها نتوما كما غتلاحظوا معايا راه كيجي زوين في الشكل، راه زوين، وفي المذاق ما نعاودش لكم ما تشبعوش منه البنات. وها هو الطواجن ديالنا وجد تبارك الله كيشهي. وانا قدمت مع هاد السلطه الصحيه، سلقت الرز وفورت خضيره وضفت عليهم شويه الفرماج، وها نتوما راه كيجيو رائعين. نتمنى يكون عجبكم الطبق ديال اليوم وتاكلوه بالصحه والراحه. السلام عليكم.